مرة ملامحها كانت مرعبة وعينيها شاعلة بالنار. قالت ليه بصوت كيزلزل الأرض: المعطي كيعطينا من طعام يدو وبنيتو، وانت جاي باغي تشرينا وتغدر خوك. الذهب اللي لحتيه غادي يولي جمر يحرق لك محاصيلك. في الصباح لقى الجيلالي الحقل ديالو كله كحل بحال الا دازت فيه النار، والبير ديالو نشف بمره. جرى عند الحاج المعطي هو كيبكي وكيرغب. المعطي بقلبو الكبير ما عايروش وما تشفاش فيه، مشى وقف قدام البير ديالو وطلب السماحه للجار. حط يدو في الماء وقال: يا جيراننا المسامح كريم. والجار كيعترف خوه. بعد لحظات من السكات الثقيل رجع الماء كيتدفق بهدوء، ولكن مولات البير عطات شرط اخير للمعطي: من اليوم ما بقيتش غادي نبان لك، البركه غتبقى في البير، ما حدك كتحفر قنوات للناس يشربوا معاك في المجان. الا حبستي الماء على العطشان يغور الماء للظلمات. من داك النهار